بصوا يا امارات، دول يا روح قلبي بصله حلقات، معلقه كرفس. شايفين يا ولاد الكرفس ده بيبقى عندي. احنا قلنا المقادير في الاول: بصله مبشوره، بصله حلقات، معلقه كرفس طبعا، تحفه خضرة وجميله جدا. بصوا فلفل اسود، ده طبعا ايه، ده ملك الاكلات كلها، وده الملح. بصوا يعني مقاديرنا خفيفه جدا، وما بحطش طماطم يا ولاد كتير، يعني دي بتبقى خفيفه عن اللي انا عملتها معاكم المره اللي فاتت. الطماطم بتاعتها قليله شويه، لاني بتبقى ايه اللي بالكرفس بتبقى خفيفه، اخفف من التانية. طبعا انتوا التانية شفتوها انا كنت عاملاها العزومه فكانت كبيره، لكن دي صغيره. شايفين انتوا معايا؟ طبعا اللي عايز يحط قالب ماجي يحط، شوربة ماجي، اللي عايز يحط، مش عايز ده اختياري مش اجباري. ماشي يا حبايبي؟ وبرضو اختياري ليكوا ان انتوا تحطوا لايك، مش اجباري والله يا حبايبي، اختياري. عايزين تحطوا حطوا، مش عايز براحتكم. ان شاء الله يومكم زي الفل باذن الله. شايفين طبعا؟ بصوا طبعا انا بغليها حبة على النار، وبعد كده بروح مدخلها الفرن، بتطلع يعني رهيبة. طبعا احنا لسه ولا حطينا سمنة ولا حاجة. فانا هجيب الزيت ده معاكم اهو، زي ما انا معوداكم على ان انا مفرزه الزيت ده وحطاه قطع كده في الفريزر. شايفين؟ بس ما بحطش كتير، وممكن شوية زيت ذرة صغيرين عشان خاطر ايه، تبقى خفيفة. ادي الزيت اللي انا حطيته اهو، شايفين؟ مش كتير. بصوا وبألف هنا وشفا. يلا لايكاتكم بقى وتعليقاتكم عشان يوصلكم مني كل جديد، وان شاء الله باذن الله هنفضل مع بعضين. هرجع لكم بعد ما تستوي. ده خلاص احنا غليناها، فهنحطها ايه، هنحطها في الفرن، وبرده بعد ما تخرج من الفرن هوريها لكم. يلا لايكاتكم بقى وتعليقاتكم. صينيه البطاطس بعد ما خرجت من الفرن،